نسمع كلمة لأ فنترجمها إن أنا مش محبوب، نسمع مشغول فافهمها إن أنا مش مهم، نسمع أي نقد ونصدق إننا وحشين ومش مرغوبين. لما تلاقي بقى نفسك متضايق من كلمة بسيطة أو إن الناس كلها بقت ضدك، وقف كده لحظة واسأل نفسك: هو أنا كشخص بعمل حاجة تضايق اللي حواليا فعلا فبيرفضوني، ولا أنا اللي رفضت نفسي من كتر خوفي من الرفض، ولا الصورة اللي اتخلقت جوايا هي اللي وجعاني؟ الاضطهاد دايما بيبدأ من جوانا، وعقلنا بيفضل يدور على دليل عليه لحد فعلا ما بنصدقه وبنعيش فيه. وعلشان تخرج بقى من كل ده، ابدأ راقب أفكارك. كل مرة تحس إنك مستهدف اسأل نفسك: هل ده حقيقي ولا ده مجرد إحساس قديم بيحاول يلبس وش جديد؟ واعرف إن اللي بيشوف نفسه مظلوم طول الوقت هو للأسف غرقان في دور الضحية، وده بيحرمه من علاقات فيها خير كتير قوي ليه، وبيزود طول الوقت عنده الخوف وعدم الأمان. لكن أول ما تبدأ تصدق إنك مش عدو نفسك، إن الناس مش أعدائك، هتلاقي العالم من حواليك مش أعدائي زي ما أنت كنت متخيل، وهتقتنع إن في ناس طيبة، في فرص وفي حب، بس أنت محتاج تفتح له باب جواك الأول.